بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنعمل مع بعض خطوة بخطوة شنطة ظهر هاند ميد من الجلد الطبيعي، من أول قص الجلد وتحديد المقاسات وتركيب السوست لحد التقفيل النهائي. هتشوفي كل التفاصيل اللي محتاجاها عشان تطلعي نفس النتيجة دي ويمكن أحسن كمان. ركزي معايا للآخر لأن في خطوات مهمة هي اللي بتفرق في الشكل النهائي للشغل، وده لون تاني للشنطة اللي هننفذها مع بعض النهاردة. يلا نبدأ. اول حاجة ده الباترون بتاعي. بالنسبة للجزء ده وش الشنطة، طوله 25، العرض من تحت ده مقاسه 33.5، دي مقاسها 6.5 في 10 سنتي. طبعا مقاس الجزء نفس مقاس الجزء التاني، والجزء ده مقاسه 18 سنتي. طبعا الدوران اللي انت بتعمليه ده انت اللي بتتحكمي في شكل الشنطة من الدوران اللي انت بتنفذيه. ده الباترون بتاع ظهر الشنطة، طوله 26 سنتي في 20 سنتي، ودي القاعدة بتاعة الشنطة، طولها 20 سنتي في 10 سنتي. وبالنسبة للسوفليه بتاع الشنطة، طوله 44 سنتي في 5 سنتي. هبدأ بقى أجيب قطعة الجلد اللي هشتغل عليها. طبعا ده جلد طبيعي شموا. هبدأ أقلب قطعة الجلد كده على ظهرها علشان أبتدي أحط عليها الباترونات وأبتدي أعلم. طبعا انا بعلم على الظهر بقلم عادي مفيش مشكله، لكن في طبعا قلم علام بتقدري تشتريه، ده بتعلمي بيه على وش الجلد عادي لانه بيتمسح بسهوله، تقدري تجيبيه وتعلمي عادي على وش الجلد. لكن لو قلم العلام ده مش معاكي، يفضل طبعا ان انت بتقلبي الجلد على ظهرها وتبتدي تحطي الباترون بتاعك وتبتدي ترسمي على الجلد. طبعا لازم تكون ايدي مظبوطه وانا برسم الباترون بتاعي على الجلد علشان لما اجي اقصه تطلع معايا المقاسات مظبوطه. زي ما احنا شايفين كده انا بعلمه اهو واحده واحده، وبحاول ارفع الباترون من الجنب كده اشوف القلم علم معايا ولا لا قبل ما اشيله، عشان ما اشيلوش وارجع احطه تاني ويطلع معايا مش مظبوط. طبعا عشان ما اطولش عليكم انا جبت القاعده وجبت السوفليه وهعلم طبعا على الجلد بنفس الطريقه. دلوقتي بقى احنا جبنا المسطره المعدن والقطر وهنبتدي بقى ان احنا نقطع الجلد. طبعا لازم القطر يبقى حامي زي ما قلنا قبل كده عشان التقطيع يطلع معايا مظبوط. طبعا الحتت المستقيمه انا قطعتها بالمسطره والقطر، لكن الدوران ده زي ما احنا شايفين هبتدي اقطعه بالمقص. كده خلاص انا قطعت كده الوش اهو والظهر بتاع الشنطه، وقطعنا كمان القاعده والسوفليه. طبعا كل الاجزاء دي خلاص احنا قلنا مقاساتها. دلوقتي بقى القطعتين دول الايد بتاعه الشنطه. القطعه طولها 95 في 2 سنتي، والقطعه التانية برضو نفس المقاس. ودي ايد الشنطه الصغيره اللي هتتركب في السوفليه من فوق، طولها 17 سنتي في 2.5. وبالنسبه للقطعتين دول اللي هيتثبت فيهم الحلقتين اللي هنركب فيهم ايد الشنطه، كل قطعه منهم طولها 15 سنتي في 4 سنتي. والقطعه الصغيره دي مقاسها 7 في 3، دي اللي هيتركب فيها الايدين اللي هيركبوا في ظهر الشنطه. هنشوف مع بعض دلوقتي كل قطعه منهم بالظبط هنركبها ازاي. وبالنسبه للسوستين اللي هيركبوا في الشنطه، السوسته الطويله منهم طولها 44 سنتي والتانية 29 سنتي. هنشوف بقى الاكسسوارات اللي هنركبها. انا طبعا هركب دي الجرارات، هركب 2 في كل سوسته، ودي اللي بنركبها في ايد الشنطه من ورا بنطول ونقصر بيها الايد، ودول الحلقتين اللي هنثبت فيهم ايد الشنطه. كل ده هنشوفه مع بعض دلوقتي خطوه بخطوه هنركبه ازاي. هبدأ بقى اجيب وش الشنطة
وهفتح هنا فتحة للسوستة زي ما احنا شايفين. انا رسمت الفتحة كده على الظهر، طولها 27 سنتي في 1 سنتي. هبدأ بقى اجيب المسطرة والقطر وهفتح الفتحة اللي انا علمتها على ظهر الجلد. طبعا لازم احط المسطرة على الخط بتاعي مظبوط عشان فتحة السوستة تطلع معايا مظبوطة، وزي ما اتفقنا القطر بتاعي حامي. كده خلاص انا عملت الفتحة بتاعت السوستة. هبدأ بقى اجيب الكلة وهمشيها كده على الدوران بتاع السوستة من بره علشان نبتدي نلزقها. طبعا نخلي بالنا كويس قوي احنا بنحط الكل على الجلد عشان ما تبهدلش الجلد، وخصوصا ان الجلد اللي انا شغاله عليه ده الوش بتاعه اللي هو الشموع. هنبدأ بقى نجيب الجرارات ونركبها في السوستة. طبعا انا مركبه فيها جرارين، انت ممكن تركبي واحد بس الاتنين شكلهم بيبقى اظرف يعني. طبعا زي ما احنا عارفين السوسة دي انا بجيبها بالمتر وبقطع منها على حسب المقاس اللي انا عايزاه. هنبدأ بقى نركب السوستة كده واحدة واحدة بعد ما عملناها بالكلة. اهم حاجة تظبطيها بالراحة كده عشان ما تطلعش معوجة. هجيب بقى برجل العلام وهبتدي اعلم الدوران بتاع السوستة كله عشان التخريم والخياطة. البرجل انا فاتحاه على نص سنتي. طبعا لازم العلام اللي انا علمته بالبرجل ده يطلع مظبوط علشان الخياطة تطلع في الاخر مظبوطة. هجيب بقى الشوكة الاربع سنون وهبتدي بقى اخرم الدوران بتاع السوستة كله. اهم حاجة تمشي على الخط بتاعك مظبوط بالشوكة علشان الخروم تطلع مظبوطة والخياطة ما تطلعش معوجة، تطلع معاكي مظبوطة كأنك مخيطاها بالمكنة. هكمل بقى تخريم باقي الدوران ده بنفس الطريقة. ناخد بالنا من الجزء بقى اللي انا بشاور عليه دلوقتي لان الجزء ده بس هو اللي انا هبتدي بخياطته دلوقتي. ناخد بالنا من التفاصيل دي عشان لما نيجي نقفل الشنطة تتقفل معانا مظبوطة. هجيب الخيط وهقيس الدوران اللي انا شاورت عليه او الجزء بس اللي انا شاورت عليه وهنبدأ نخيط. طبعا المقاس اللي انا خدته ده بضربه في 3 عشان يكمل معايا خياطة الدوران اللي انا قسته كله. زي ما احنا شايفين انا بخيط طبعا بالابرتين، بلضم الابرتين وبخيط بيهم. انا بحاول بس اوريكم بداية الخياطة بتبقى ازاي عشان تبقوا ماشيين معانا خطوة بخطوة. يا رب بس تكون الخياطة كده واضحة قدامكم وباينة طريقة الخياطة نفسها كمان. وانا ان شاء الله هعمل لكم فيديو عن طريقة الخياطة، هيكون بس مخصوص ازاي بنخيط وازاي بنخرم وازاي بنعلم بالبرجل بحيث ان الخياطة تطلع معاكي مظبوطة.
انا بحاول في كل فيديو بعمله معاكم ان انا بشرح لكم الاداه اللي انا بستخدمها وبستخدمها ازاي. وبرضو انا عملت لكم فيديو لان في ناس كتير طلبت مني ان انا اعمل فيديو عن الادوات. عملت لكم فيديو عن الادوات، اللينك بتاعه هيظهر قدامكم فوق على الشاشة دلوقتي، تقدروا برضو ترجعوا له، هتعرفوا الادوات بالظبط اللي بنستخدمها ايه وبنستخدمها ازاي وايه الادوات المهمة اللي احنا ممكن نبدأ بيها في الاول. هنكمل بقى خياطة الجزء ده بنفس الطريقة. دلوقتي انا جبت البطانة، هبتدي بقى ابطن السوستة اللي انا عملتها ديت علشان الجيب. هجيب الكلة وهمشيها بقى على الحروف زي ما انتوا شايفين دلوقتي عشان نركب نلزق البطانة. زي ما احنا شايفين انا بعمل بالراحة واحدة واحدة عشان الكلة ما تبهدلش الجلد. هبدأ بقى اركب البطانة، نركبها كده واحدة واحدة لغاية ما تتظبط معانا. لو في بقى اي زيادات في البطانة كل ده طبعا بنقصه بالمقص في الاخر. كده خلاص زي ما احنا شايفين ركبناها. الجزء بقى اللي انا بشاور عليه دلوقتي هبتدي اخيطه بعد ما ركبت البطانة، علشان كده لو تلاحظوا انا ما خيطتش الدوران بتاع السوستة كله. هكمل بقى خياطة الجزء ده بنفس الطريقة. كده خلاص زي ما احنا شايفين ركبنا السوستة الصغيرة. هبدأ بقى اجيب السوستة الكبيرة وهفكها من بعضها كده زي ما احنا شايفين، وهاخد ناحية منها هنصصها كده، وبالقلم هبتدي كده اعلم النص بتاعها، وهقول لكم دلوقتي ليه. وهجيب برضو الوش بتاع الشنطة هنصصه برضو بنفس الطريقة اللي انتوا شايفينها كده وهعلم. هبدأ بقى اجيب الكلة وهمشيها على الدوران بتاع الوش كله زي ما احنا شايفين. كده خلاص انا مشيت الكل على الدوران كله. هبدأ بقى اجيب السوستة واثبتها. طبعا العلامة اللي انا علمتها على السوستة اللي هو نصصت بيها السوستة، والعلامة اللي انا علمتها على وش الشنطة من فوق في الدوران برضو نصصت بيها وش الشنطة، هبتدي احطهم على بعض علشان السوستة تطلع معايا مظبوطة. هبدأ من النص اثبت السوستة كده ناحية اليمين واحدة واحدة كده لغاية ما تظبط معايا، وبعد كده برضو من النص من فوق هبدأ اثبت الجزء اللي هو الشمال. كده زي ما احنا شايفين انا خلاص كده لزقت السوستة كلها. بعد ما ثبتت السوستة هجيب برجل العلام، وزي ما احنا قلنا احنا فاتحينه على نص سنتي، وهنبتدي نعلم الدوران كله بتاع وش الشنطة علشان نخرمها ونخيطها. هنبدأ بقى نجيب الشوكة ونخرم كده الدوران كله.
طبعا وانتي بتخرمي اي قطعة جلد تتأكدي، يعني غير ان انتي طبعا لازم تمشي على الخط مظبوط، لازم كمان تتأكدي ان الخروم بتاعتك مفتوحة كويس عشان تعرفي تخيطي بسهولة. لان لو في خرم ما تدقش معاكي كويس او مش مفتوح هيبتدي في الخياطة يزهقك وترجعي تعيدي تاني على الدق. فخلي بالك وانتي بتدقي تتأكدي ان انتي دقة صح. هنكمل بقى بقية الدوران اللي انا بشاور عليه ده بنفس الطريقة. كده خلاص انا دقيت كده او خرمت الدوران كله. هنبتدي بقى نجيب الخيط ونقيس الدوران كله. وزي ما قلنا المقاس اللي انا قسته ده بضربه في 3. هنبدأ بقى الخياطة عشان نثبت السوستة اللي احنا لزقناها دي في الجلد. طبعا لازم خياطة، ما ينفعش ان انا اعملها بالكلة من غير خياطة. طبعا لو ملاحظين انا دايما بخيط بإبرتين، بتبقى الغرزة دي عاملة زي غرزة المكنة، هي حتى اسمها غرزة مكنة. في ناس بتخيط بإبرة واحدة، تخيط لغاية اخر الدوران مثلا وبترجع تاني، بتديكي برضو شكل غرزة المكنة بس بتبقى بإبرة واحدة. بس انا بصراحة بحس ان الإبرتين بتبقى اظبط معايا شوية. وفي ناس بتخيط بإبرة واحدة بتبقى نتيجة الغرزة النهائية مش غرزة مكنة، بتبقى غرزة متخيطة وغرزة فاضية. ده شكل تاني برضو من انواع الخياطة، ما فيش مشكلة. الاسهل لك او اللي تحبيه اعمليه. هنكمل بقى خياطة الدوران بنفس الطريقة. الخطوة الجاية بقى هنجيب السوفليه، احنا قلنا مقاسه 44 في 5. هننصصه برضو وهنعمل علامة كده في النص. وهنجيب بقى الجزء التاني من السوستة وهننصصها برضو بنفس الطريقة ونعلم كده علشان برضو لما نيجي نلزقها نلزقها بنفس الطريقة. هبدأ بقى اجيب الكلة واحطها على حرف واحد بس من السوفليه. زي ما احنا شايفين العلامة اللي انا علمتها في السوستة وفي السوفليه هنحطهم على بعض عشان تبقى مظبوطة من الناحيتين، ما تبقاش السوستة ناحية طويلة وناحية قصيرة. هنبدأ برضو من النص لليمين وبعد كده من نص السوستة للشمال. هجيب البرجل وهبتدي بقى اعلم الجزء اللي انا لزقت فيه السوستة ده كله علشان نخرمه ونخيطه. هنكمل تخريم السوفليه بنفس الطريقة. زي ما احنا شايفين انا خرمت كده الجزء ده كله وكمان خرمت باقي الدوران بتاع السوفليه كله. عشان بس ما اطولش عليكم انا خرمت الاربع نواحي. هبدأ بقى اجيب الابرة وهخيط الجزء اللي هو بتاع السوستة ده بس.
طبعا هي يمكن الغرزة مش باينة قوي لان الخيط لونه غامق والشنطة كمان نفس درجة الخيط، فتحسي ان الغرزة مش باينة قدامك قوي، لكن انت لو شفتيها على الحقيقة هتلاقيها مظبوطة وشكلها شيك جدا. هنكمل بقى خياطة السوفليه بنفس الطريقة. كده خلاص انا خيطت الجزء ده كله. هجيب بقى الظهر بتاع الشنطة وبرجل العلام برضو مفتوح على نص سنتي، وهبتدي اعلم الدوران كله. عاوزاكم برضو تاخدوا بالكم من حاجة بالنسبة لبرجل العلام، انا لو انا فاتحاه على نص سنتي من اول ما بدأت مثلا في الحاجة اللي انا بشتغلها، سواء بعمل شنطة محفظة بعمل ايا كان، لازم كل الاجزاء بتاعتها تتعلم على نفس المسافة دي اللي هي نص سنتي. يعني ما ينفعش مثلا وش الشنطة ابقى فاتحة البرجل على نص سنتي، واجي لما مثلا اعلم ظهر الشنطة افتح البرجل على مسافة مثلا اقل او اكبر. مش هينفع، لما اجي اخيط القطعتين على بعض مش هيطلعوا مظبوطين. بعد ما علمت بقى الظهر كله، هجيب الشوكة وهبتدي اخرم الدوران كله، بس طبعا عشان ما اطولش عليكم انا هخرمها وارجع لكم. كده خلاص انا خرمت الدوران بتاع الظهر كله. هنجيب بقى قطعة الجلد الصغيرة اللي هي مقاسها 7 في 3، وهوريكم دلوقتي دي هنستخدمها في ايه. دي هتتركب على ظهر الجلد كده، هسيب مسافة من هنا 5 سنتي، والمسافتين اللي على اليمين واللي على الشمال دول هيكونوا قد بعض. هوريكم كده بشكل كروكي هنركب الايد فيها ازاي. زي ما احنا شايفين ده هيبقى شكلها بعد ما ركبنا الايد. هجيب البرجل وهعلم الدوران بتاعها، وهنخرمها. طبعا انا هنا خرمتها خلاص، خرمت الدوران بتاعها كله، وكمان خرمت الظهر على المسافات اللي انا قلت لكم عليها. وبالنسبة للايد اللي هي مقاسها 95 في 2، انا خرمت كل واحدة فيهم من فوق. هنبدأ بقى كده مع بعض واحدة واحدة نخيط الايد في ظهر الشنطة. ركزوا بس معايا هنخيطها ازاي وهنبدأ ازاي. بنخيط اول غرزتين وبعد كده بنركب الايد الاولانية. انا بحاول اعمل معاكم خطوة بخطوة كده عشان مفيش حاجة يعني تتلخبطوا فيها او ما تبقاش واضحة قدامكم. كده خلاص انا ركبت الايد الاولانية. بسيب حوالي يعني نص سنتي او بسيب يعني غرزة وببتدي اركب الايد التانية. طبعا انا بعد الغرز عشان اعرف اركب الايد مظبوطة، اعرف اركب الايد دي مثلا بعد ما اخيط الغرزة التانية ولا التالتة، بحيث ان هي تبقى متركبة صح متوسطنة، والايدين جنب بعض مظبوطين، والمسافة اللي انا سايباها من على اليمين زي المسافة اللي انا سايباها من على الشمال. كل الحاجات دي بتظبط معاكم الشغل جدا وبتخلي شكل الشنطة الشكل النهائي بتاع الشنطة تحفة. كده انا خلصت الجزء ده، هكمل بس خياطة باقي الدوران ده بنفس الطريقة وهرجع لكم تاني. زي ما احنا شايفين انا كده خلاص خيطتها كلها. الخطوة اللي بعد كده بقى هنصص الجزء اللي فوق ده والسفليه كمان، هبتدي كده انصصه واعلمه بالقلم.
والعلامة اللي انا علمتها في ظهر الشنطة من فوق مع العلامة اللي انا علمتها في السوفليه هنبدأ الخياطة من عندها. طبعا الخطوة دي بتساعدني ان السوفليه معايا يبقى مظبوط، ما يبقاش ناحية اطول من ناحية. فاهمين قصدي؟ يعني انا لو ما عملتش كده ممكن مثلا لو بدأت السوفليه اخيطه من اليمين او اخيط من الشمال وامشي بالخياطة الدوران كله، ممكن يبقى مترحل معايا، ابص الاقي فيه ناحية اعلى من ناحية او ناحية اطول من ناحية. زي ما احنا شايفين انا بدأت خياطة من النص وبخيط على الشمال. هكمل بقى خياطة الجزء ده، وبعد كده هبدأ خياطة تاني من النص لليمين اللي هو الجزء ده. زي ما احنا شايفين انا كده خلاص خيطت دوران الظهر. الخطوة اللي بعد كده هنجيب قطعتين الجلد دول وهنجيب الحلقتين. قطعتين الجلد دول اللي هما مقاسهم 15 في 4. هنشوف دلوقتي هنعمل فيهم ايه وهنركبهم ازاي. هبدأ اتني قطعة الجلد زي ما احنا شايفين، وهجيب الحلقة هعلم كده في الحلقة على الجنبين من جوه علشان نقصها. هنشوف هنقصها ازاي. هنقص من العلامة اللي علمناها لغاية تحت، والناحية التانية نفس الكلام. زي ما احنا شايفين قصينا كده العلامة اللي احنا علمناها بميل من الناحيتين، عشان لما اجي اركبها في الحلقة بس تدخل فيها مظبوطة، لاننا قصيناها على قد مقاس الحلقة. هبدأ بقى اقلبها على ظهرها وهجيب الكلة وهبدأ ان انا اغطي الظهر كده بالكلة. هركب بقى الحلقتين وهثبتهم كده كويس وهلزقها. بعد ما لزقناها كويس انا خرمت الجزء اللي انا بشاور عليه كده بميل، عشان انا هركبها برضو في الشنطة بميل كده. فهنشوف دلوقتي هنركبها ازاي. زي ما احنا شايفين هنحط كده جنبين الشنطة على بعض وهنركبها بالطريقة دي بحيث ان هي تبقى مايلة لفوق، وهنخيط طبعا الجزء ده. هجيب الخيط وهقيس الجزء اللي انا هخيطه وهنشوف مع بعض دلوقتي هنخيطها ازاي. وزي ما احنا شايفين انا هبدأ في الخياطة في الشنطة من تحت، دي هتظبط لي السفلي اكتر. طبعا انتي لو قصة مقاساتك مظبوطة دي مش هتعمل لك اي مشكلة. هخيط في الاول حوالي 3 غرز كده قبل ما اركب القطعة اللي هركب فيها ايد الشنطة دي. طبعا زي ما قلنا عشان احنا مخرمين قطعة الجلد دي بميل اللي هي فيها الحلقة، هتبتدي ان هي تتثبت في الشنطة على كده، هتلاقيها مايلة على فوق. طبعا الميل اللي احنا عاملينه ده بيساعدنا ان ايد الشنطة يبقى شكلها مظبوط اكتر، وهتشوفوا النتيجة في الاخر. يا رب كده تكون الخطوات واضحة ومفيش اي مشكلة.
انا خيطت الجزء ده. طبعا الناحية التانية انا عشان ما اطولش عليكم انا هخيطها، بس انا حابة اوريكم شكلها هيبقى عامل ازاي كده، بس شرح كروكي كده. هنخيط طبعا الجزء ده، ودي هتبقى بميل فوق برضو زي اللي قدامها كده. خلاص انا خيطت الجزئين دول. هبدأ بقى اخيط الجنبين بتوع الشنطة دول. انا دايما بس بحاول اوريكم بداية الخياطة عشان تعرفوا بس هتتخيط ازاي. كده انا خيطت الجنبين خلاص. ده كده الجنب الاولاني، والجنب التاني كمان خيطته. الخطوة اللي بعد كده بقى هجيب القاعدة بتاعت الشنطة. احنا قلنا طولها 20 في 10 سنتي. زي ما احنا شايفين انا عملت لها كده دوران من الاربع نواحي. الدورانات طبعا اللي بنعملها في الاربع نواحي في القاعدة بتاعت الشنطة دي مهمة جدا عشان تعرفي تركبي او تخيطي القاعدة وتطلع معاكي مظبوطة. هجيب البرجل وزي ما احنا قلنا فاتحينه على نص سنتي، وهبتدي ان انا اعلم الدوران بتاع القاعدة كلها. هنخرمها طبعا بالشوكة بنفس الطريقة. انا بس مش هطول عليكم، وهبتدي اخرمها انا وارجع لكم تاني. كده خلاص خرمنا القاعدة كلها. طبعا الشنطة كلها من تحت بتتخرم علشان نركب القاعدة نخيطها فيها. هوريكم بس دلوقتي كده شكل القاعدة لما تتركب، او يعني قبل ما نركبها نشوف شكلها ازاي بس نتخيلها. هنجيب بقى الخيط والإبرة ونبدأ نخيطها. الشنطة دي فعلا من الشنط الشيك اللي انا بحبها قوي، وحاساها سيمبل كده ورقيقة. هكمل بقى خياطة القاعدة دي كلها وارجع لكم. زي ما احنا شايفين احنا كده خلاص ركبنا القاعدة. بالنسبة بقى لقطعة الجلد دي اللي احنا قلنا مقاسها 17 في 2.5، دي ايد الشنطة اللي هتتركب في السفليه من فوق. هنعمل فيها كده خرمين من كل ناحية علشان هنثبتها في الشنطة بالترامس. وبالنسبة للشنطة هنعمل بقى خرمين من هنا وخرمين من هنا علشان نثبت فيها الايد بتاعة الشنطة. زي ما احنا شايفين انا بس عشان ادق على البادة مش عارفة احط البيضة الكبيرة دي، فحطيت البادة الصغيرة. هبتدي بقى اعمل الخرمين هنا، وهعمل خرمين كمان الناحية التانية. هبدأ بقى اجيب الترامس. زي ما احنا شايفين هي عبارة عن جزئين. وده السنبك اللي بندق بيه الترامس.
الجزء اللي هو بيبقى عامل زي العمود ده هيتركب في ظهر الجلد. هبتدي اركبه كده في السفلي من جوه، والجزء اللي عامل زي المراية ده اللي بيتركب على وش الجلد. هجيب بقى الايد بتاعة الشنطة واروح مركباها، وبعد كده احط الجزء التاني بتاع الترامس. هجيب بقى السنبك بتاع الترامس وهدق كده دقيقتين جامدين زي ما احنا شايفين، ركبت معانا ما فيهاش اي مشكلة. هركب التانية بنفس الطريقة، لان انا في كل ناحية ركبت 2. تركيب الترامس سهل جدا، وهيظهر لكم دلوقتي على الشاشة من فوق فيديو عن طريقة تركيب الترامس. ده فيديو منفصل انا عاملاه، تقدروا ترجعوا له وهتعرفوا ازاي بنركب الترامس بالتفصيل. كده خلاص زي ما احنا شايفين انا ركبت كده ال4 خلاص. ركبت 2 على اليمين و2 على الشمال. دي قطعة الاكسسوار دي اللي بنطول ونقصر بيها ايد الشنطة. عايزين نشوف بقى الايد الطويلة اللي هي اللي في الظهر دي هنركبها ازاي. باخد الطرف التاني بتاع الايد وابتدي ادخله في المجرى بتاعة الحلقة دي، وبعد كده بركبه بقى في الحلقة اللي انا مركباها في جنب الشنطة، وهبدأ اخد الطرف ده ادخله تاني برضو في الحلقة دي مع قطعة الجلد الاولانية. انا بحاول بس كده اوسع عشان اعرف ادخلها. زي ما احنا شايفين دخلتها وهطلعها بقى من الناحية التانية. والجزء ده كده اللي انا ماسكاه بايدي هيتخيط، هوريهولكوا دلوقتي. الجزء ده هو اللي هيتخيط. انا هحاول اركب معاكم برضو الايد التانية عشان المعلومة بس تثبت اكتر، او لو الطريقة مش واضحة في الايد الاولانية تاخدوا بالكم منها في الايد التانية. زي ما احنا شايفين بركبها الاول كده في الحلقة دي او في الجراية دي، وبعد كده بركبها في الحلقة اللي في الشنطة، وبعد كده برجع ادخل الحرف تاني بتاع الجلدة في الجراية الاولانية اللي انا ركبتها. يا رب بس يكون تركيبها واضح. وده الجزء اللي احنا بنخيطه زي ما قلنا. زي ما احنا شايفين انا بطول وبقصر ايد الشنطة من الجراية دي او من الحلقة دي. كده خلاص انا ركبت الايدين وخيطتهم كمان. وبكده نكون خلصنا شنطة الظهر. لو الفيديو عجبكم واستفدتوا منه ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. مستنية رأيكم في الكومنتات، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.